طبعًا ده مش معناه إن أنت تسيب حقك، أنا مش ده اللي أنا باقوله خالص، لأ بالعكس أنت لو ليك حق لازم تحاول بالطرق الشرعية والطرق المتاحة قدّامك إن أنت تاخد بيها حقك. فباحس إنه دايمًا ده الوقت بتاع الامتحان اللي بجد اللي حتى لو طال الوقت بتاعه لازم تكون صابر وصامد لنهايته. وكده في نهايته لمّا ربنا يأذن والابتلاء ده يخلص أو الظلم ده ينتهي، مع الوقت هتلاقي نفسك هديت وهتلاقي نفسك حاسس إن أنت عايز تسامح علشان سلامك النفسي مش علشان حاجة تانية. بتاخد حقك، لازم تاخد حقك، ما ينفعش تسيب حقك. إحنا حتى ديننا ما أمرناش بكده، أنت لازم تسعى إن أنت تاخد حقك. ولمّا حقك يرجع ويبقى في إيدك إن أنت بقى تنتقم وتأذي فبلاش، لإن أنا باشوف إن دي بقى من أكتر الحاجات اللي مش حلوة إن ممكن كتير مننا يُقع فيها، من كتر ما اتظلم وحس إن هو حد جه عليه أو حد أذاه، بيبقى مش بس عايز ياخد حقه، لأ بيبقى عايز يأذي اللي أذاه بقى، فيعني أنت كده ما اختلفتش عنه حاجة، بقيتوا أنتم الاتنين سواء يعني. فأنا باحس إنه دايمًا الامتحان أو بتاع ربنا سبحانه وتعالى لينا في ابتلاءاتنا وفي الحاجات اللي بنتصدم فيها في الدنيا، بيشوفك أنت هتتصرف إزاي للنهاية. وباشوف إن التسامح ده في الآخر بتبقى قوة يعني داخلية للإنسان اللي فطرته فعلًا سليمة، لإنه مش أي حد يقدر يسامح. في ناس تفضل لحد آخر يوم في عمرها يقول لك أنا عمري ما هاسامح فلان ده على اللي هو عمله فيّا، ولا عايز أشوفه ولا عايزه يمشي في جنازتي ولا عايز كذا ولا عايز كذا. وفي ناس خلاص بتقدر تسامح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى قال كده في كتابه العزيز يعني فمن عفا وأصلح فأجره على الله يعني، وأجر ربنا سبحانه وتعالى طبعًا ما لوش مثيل أو نظير.